سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيلمنا النهارده عن العالم المجنون ديفيد بانر، واللي بيعمل تجارب على ابنه الصغير وبيخليه يتحول لوحش اخضر عملاق. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وهات فشارك وشايك، ويلا بينا على الفيلم. في بدايه الفيلم بنشوف العالم ديفيد بانر واللي بيعمل ابحاث في علم الوراثه للجيش عشان يقدروا يحسنوا الحمض النووي للبشر ويخلوا البشر اقوى، وبيكون عمال يعمل تجارب على مختلف المخلوقات بدايه من نجم البحر وحتى الضفادع، بس ما بيوصلش للنتيجه اللي هو عايزها برضه. فبيروح يقول لرئيسه ساندر بولت روس انهم لازم يبداوا يجربوا على البشر كمان عشان يعرفوا يوصلوا لنتيجه كويسه، ولكن روس بيمنعه منع تام من انه يجرب على البشر. ولكن ديفيد بيتهور وبيبدا يجرب على نفسه، وبيلاحظ فعلا ان جيناته اتغيرت. ولما مراته ايديث بتولد ابنهم بروس، ديفيد بيلاحظ ان بروس ورث منه جيناته الجديده، ولكن بقى عنده مشاكل، فبيحاول يلاقي علاج لحالة ابنه. ولكن لما العقيد روس بيعرف عن اللي عمله ديفيد بيرفضه من الشغل وبيصادر ابحاثه كلها. وطبعا بعد ما خسر ابحاث سنين طويله، ديفيد بيبقى متعصب جدا وبيخلي مفاعل جاما بتاع الجيش ينفجر، وبيبقى لسه متعصب لما بيرجع البيت وبيتخانق مع مراته ايديث، ولكن بيقتلها من غير ما يقصد في وسط الخناقه. وبروس بيبقى سامع وعارف اللي بيحصل جوه. وبعدين ديفيد بيخش مستشفى المجانين وبروس بيتعرض للتبني، وواحده اسمها ميس كرينزلر بتتبناه. وهو بيكبر بيكون فاكر ان اهله الاصليين ماتوا. وبعد 13 سنه بروس بيكون عالم عبقري في جامعه كاليفورنيا، وبيعمل ابحاث عن علاج مرض السرطان والاورام الخبيثه التانيه باستخدام اشعه الجاما. ولكن للاسف بتنتهي كل تجاربه على الحيوانات بانفجارها. وبنعرف ان زميلته في الشغل بتكون بنت العقيد روس واسمها بيتي، وانهم كانوا بيحبوا بعض ولكن انفصلوا من فتره صغيره، ومحدش فيهم بيبقى عارف ان ابهاتهم كانوا بيشتغلوا مع بعض في قاعده عسكريه في اواخر الستينيات. وفي يوم من الايام جلين اللي كان شغال مع بروس في المعمل قبل ما يمشي ويبدا يشتغل في شركه ابحاث خاصه اسمها ايثيون، بيزور المعمل بتاعهم وبيبدا يعاكس في بيتي وبيعرض عليها هي وبروس انهم يشتغلوا في الشركه معاه، وبيقول لهم ان الشركه عارضه عليهم ميزانيه مفتوحه لتمويل البحث بتاعهم، واللي هيقدروا يستخدموه مش بس في علاج السرطان ولكن كمان في انهم يعملوا جنود بقوه خارقه. وطبعا الاتنين بيرفضوا العرض لانهم عايزين البحث بتاعهم يستخدم في العلاج بس مش في الحروب. وبروس بيكون متضايق من كلام جلين. وبعدين ديفيد بانر بيرجع وبيروح يراقب ابنه بروس وبيشتغل كعامل نظافه في المعمل عشان يبقى قريب منه. وبنشوف كمان روس اللي بقى قائد حربي وبيبدا يحقق في خلفيه بروس لانه شغال في نفس المجال اللي ابوه المجنون ديفيد كان شغال فيه، وبيعمل كده عشان يضمن سلامه بنته بيتي. وتاني يوم في المعمل مساعد بروس هاربر بيحاول يصلح مفاعل جاما، ولكن بيحصل تسريب والاشعه بتدخل لجسم بروس بكميات كبيره بعد ما بيضحي عشان ينقذ المساعد بتاعه، وبتكون الكميه دي من الاشعاع كفايه انها تقتل بروس. ولكن على العكس الاشعه بتتفاعل مع جسمه وبتغير في حمضه النووي للاحسن. وفي المستشفى بيقول لبيتي انه حاسس انه كويس وسليم خالص، ولكنها ما بتكونش مصدقاه لانها شافت بعينيها الاشعه دي وهي بتموت كل الحيوانات اثناء التجارب. ولكنه بيطمنها وبيقول لها ان حتى ركبته اللي كانت مكسوره اتصلحت، وانه حاسس ان الاشعاع ده غير حاجه جواه وخلاه شخص تاني خالص وعنده قوه رهيبه وقدره على الشفاء الذاتي كمان. ولكن بيتي ما بتبقاش فاهمه حاجه وبتقول له خلي بالك من نفسك وبتسيبه وبتمشي. وبالليل ابوه بيروح يزوره ولكن بروس ما بيبقاش عارفه، وبيقول له انه عنده قوه خارقه سريه مستخبيه جواه وبيسيبه ويمشي بعد ما بياخد منه حمض نووي وهو مش واخد باله وبيستخدمه في التجارب على الحيوانات. وبعدين بيتي بتزور ابوها وتقول له على حوار جلين، وبنعرف من هنا ان الشركه الخاصه اللي اسمها ايثيون دي تبقى بتاعه ابوها روس، وان هو اللي كان باعت جلين عشان عايز يطمن عليها. ولكن من كلامه بتاخد بالها ان هو مهتم بالبحث بتاعها اكتر منها اصلا. وبعدين بروس بيطلع من المستشفى وبيلاقي بيتي سايباله رساله صوتيه بتقول له فيها عن اللي حصل بينها وبين ابوها في الاجتماع بخصوص عرض جلين. ولما بيسمع الرساله بيتعصب اكتر وبيبدا يفتكر الاحداث الاخيره وظهور ابوه في حياته من تاني وموضوع الحمض النووي بتاعه، وبتبدا كل الاحداث دي تتراكم في دماغه وبيبدا يتعصب اكتر وبيفقد السيطره على نفسه وبيتحول لوحش اخضر عملاق عنده قوه هايله، وبتكون دي اول مره يتحول فيها للرجل الاخضر ذا هولك. وبيبدا يكسر في المعمل وبيرمي مفاعل جاما في صندوق الزباله، ولما بيشوف ابوه بيراقبه من بعيد بيهرب من المكان. وتاني يوم بيتي بتستغرب لما بتلاقي بروس مغمى عليه في بيته، وبيبان عليه انه مش فاكر اي حاجه من الحاجات اللي حصلت امبارح غير حاجات بسيطه جدا زي لحظه تحوله لهولك. وبيحكي لها كمان ان عامل النظافه بتاع المعمل راح قابله واعترف له ان هو ابوه. وبعدين العقيد روس بيروح يقابلهم وبيقول لهم انه عايز يكلم بروس على انفراد، فبيتي بتمشي وروس بيقول له انه مشتبه فيه بتهمه تدمير المعمل، وبيحبسه في بيته لفتره. وفي الوقت ده بيتي بتروح تقابل العامل اللي بيكون ساكن في بيت قديم وبتساله عن بروس، ولكن بيديها اجابات سطحيه بس، وهي مش واخده بالها بياخد الوشاح بتاعها وقبل ما تمشي بيقول لها عن القوه اللي عند بروس. وبنرجع تاني لروس اللي بيفرض الحبس المنزلي على بروس وبيهدده انه هيزعله لو ما بعدش عن بنته. وبالليل بيتي بتروح لبيتها وبنشوف ديفيد بعد ما عمل 3 كلاب بقوه خارقه باستخدام المعدات اللي سرقها من المعمل، وبيدي للكلاب الوشاح بتاعها عشان يشموا ريحتها ويروحوا يقتلوها. وكمان بيتصل ببروس وبيقول له على اللي
هو عمله عشان يخليه يتعصب ويتحول لهولك من تاني. وبعد ما بيقفل معاه جلين بيكون وصل عند بيت بروس وبيبدا يتخانق معاه لانه خسر وظيفته بعد ما بيتي قالت لابوها القائد ان جلين بيضايقهم في المعمل وعمال يعاكسها، وبيبقى متضايق جدا وبيبدا يخنق في بروس واللي بيخليه يتعصب وبيبدا يتحول تاني لهولك وبيمسك ايده ويبقى هيكسرها وبيشيله ويرميه على الكنبه وبيكمل التحول بتاعه بشكل كامل. وبعدين بيشيل جلين تاني ويرميه بره البيت ورجاله القائد بيشوفوه وبيبداوا يضربوا نار عليه، ولكن ده بيعصبه اكتر وبيكبر اكتر من الاول وبيشيل جلين من تاني وبيرميه عليهم. يا عيني يا ابني مفيش غيرك بيتشال. وبعدين بيمشي ويروح على بيت بيتي وهناك بيقابلها في شخصيه هولك وما بيكونش متضايق وهو معاها وبياخدها يقعدها في العربيه عشان يحميها لما الكلاب المتحوله اللي بتكون عايزه تقتلها بتوصل. وهولك بيبدا يقتل في الكلاب ولما بيقضي عليهم بيبقى تعبان وبيرجع لشخصيته العاديه، وكل ده بيحصل قدام عين بيتي وما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي، فبتتصل بابوها وبتحكي له على اللي حصل. وتاني يوم الجيش بيوصل وبيضرب بروس باسهم منومه وبياخدوه للقاعده العسكريه الضخمه اللي كان القائد وديفيد بيشتغلوا فيها. وبيتي بتروح لابوها وبتقول له يسيبها تحاول تساعد بروس يتحكم في قوته بعد التحول، وبتقول لابوها انها عايزه تساعده عشان انقذ حياتها امبارح، ولكن ابوها بيقول لها ان هذا الشبل من ذاك الاسد وان بروس هيبقى راجل فاسد زي ابوه. وفي الوقت ده ديفيد بيروح المعمل وبيبدا يحقن نفسه بادويه وبيعرض نفسه لاشعه جاما هو كمان عشان يتحول زي ابنه، ولكن بيكتسب قدرة تانية بتخليه يمتص خصائص أي حاجة يلمسها وبيجرب القوة دي على شرطي وبيقتله. وبنرجع تاني لبيتي اللي برضه بتروح تقابل بروس وبيتمشوا في القاعدة العسكرية وبيحاولوا يفهموا هو ازاي اكتسب القدرة اللي عنده دي. ولما بيدخل بيته القديم بيبدأ يفتكر ان ابوه قتل امه وهو صغير وانه ما كانش فاكر اللحظة دي لان عقله اخفاها عنه عشان كانت ذكرى مؤلمة ليه. وبعدين الجيش بيستدعي جلين اللي كان السبب في تحول بروس قبل كده عشان يكتشف لهم ازاي بيتحول عشان يستخدموا قوته في الحروب وكمان يعملوا جنود تانية عندهم نفس القوة. وجلين بيفقد بروس الوعي وبيحطه في مكان بيخليه يشوف أسوأ كوابيسه مرة ورا التانية عشان يخليه يتحول ويعرفوا ياخدوا منه عينة حمض نووي يستخدموها في أبحاثهم. وفعلا بيبدأ يشوف الكوابيس وبيتعصب جدا وبيبدأ يتحول تاني وبيكسر الخزان اللي كان محبوس فيه وبيطلع يكسر في المعمل بتاعهم كمان. وفي الوقت ده ديفيد بيروح لبيت بيتي وبيعرض عليها انه يسلم نفسه في مقابل انه يتكلم مع بروس مره واحده اخيره. وبنرجع للمعمل ورجال الجلن بيحبسوا هولك في رغوه لزجه كده وبيحاولوا ياخدوا عينه منه، ولكنه بيتعصب جدا وبيكبر اكتر وبيبدا يفك من الرغوه، فجلن بيضربه برصاص متفجر ولكن الرصاصه بترد وتنفجر فيه وهو اللي بيموت. وهنا بيقرروا يسيبوا هولك يهرب من القاعده ويقتلوه في الصحراء، ولكنه بيدمر الدبابات بتاعه الجيش وبيهرب ويستخبى في الصحراء. ولكن روس والجيش بيعرفوا مكانه وبيروحوا وراه وبيبداوا يهاجموه بالطيارات المره دي وبيضربوه بصواريخ لكنه بياكلهم، وبعدين بيطير لبعيد ويهرب من تاني وبيبقى عمال يكسر في الشوارع والعربيات طول ما هو ماشي. وفي الوقت ده بيتي بتكلم ابوها وبتقنعه ياخدها لهولك لانها هتقدر تهديه، وفعلا لما بيشوف بيتي بيبدا يهدى ويرجع لهيئته البشريه. وبعدين بنشوف ديفيد وهما بيطلعوه من الحبس عشان يروح يقابل بروس ويتكلم معاه، وبياخدوه القاعده مهجوره وبيكونوا مكتفينه هناك وكمان بيكونوا مراقبين المقابله بتاعتهم بالكاميرات. وهنا بروس بيقول لابوه انه عارف انه قتل امه، وابوه بيقول له ان ده حصل بالغلط لما كان بيحاول يقتله هو عشان الجينات الوحشيه اللي عنده. وبعدين بنعرف انه اتجنن لما بيقوم ويقول له يتعاون معاه ويستخدموا قوتهم هما الاثنين عشان يدمروا قاعده الجيش ويهربوا، ولكن بروس بيرفض وابوه بيعض اسلاك الكهرباء وبيمتص الطاقه منهم، وبروس بيبدا يتحول لهولك هو كمان عشان يقدر يقضي عليه. وبتبدا المعركه ما بينهم ويبان لنا ان هولك اقوى بكتير منه. وهنا ديفيد بيحاول يمتص طاقه هولك ولكن طاقته بتبقى كبيره بشكل ضخم جدا وديفيد ما بيقدرش يستوعبها كلها وبينفجر. وبيفتكروهم الاثنين ماتوا بعد ما القائد روس بيحدفهم بقذيفه جاما عشان يتاكد من انه خلص من الاثنين خالص. وبعد سنه بتبقى العلاقه ما بين بيتي وابوها مش كويسه بسبب اللي حصل، وابوها بيكلمها وبيقول لها لو عرفت اي معلومه عن بروس تقول له، ولكن هو ما بيبقاش محتاجها تقول له اصلا لانه بيكون حاطط تليفونها تحت المراقبه 24 ساعه عشان بيبقى عارف انها لو بروس كلمها هتخبي عليه ومش هتقول له. وبعدين بنشوف بروس بعد ما نيجي من الانفجار وهو بيستخدم قوته وعلمه عشان يساعد المحتاجين، وبيكون بيعالج ولد صغير لما المرتزقه بيوصلوا وبياخدوا منهم اكل وشرب عافيه، وهم بياخدوا الحاجه القائد بتاعهم بيبدا يرخم على بروس، ولكن عينيه بتبدا تنور اخضر وبيحذر القائد انه لو اتعصب محدش منهم هيمشي سليم. وبيخلص الفيلم بعد ما بنسمع صوت زئير هولك. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.